شعبان الجزار لما تخرج تعين بإدارة العامة للجمارك، ضليت فيها سنة ونص. بعد سنة ونص جاء المرحلة الإلزامية بإني أنا الجنسية الليبية من سنة 1952 للوالد حسب القانون الليبي. وبعد ما دخلت الإلزامي تحولت لقسم اسمه التصنيع الحربي، وصار ترسيمي في دولة رومانيا، وظليت 9 سنوات هناك في التصنيع الحربي تابع الطلبة ودراستهم. بعدها رجعت على البلد ليبيا مباشرة لإلزامي، انفكيت من الإلزامي للخدمة العسكرية ورجعت لسابق عملي اللي هو الإدارة العامة للجمارك. ضليت فيها تقريبا سنة وسنة ونص، وأخذت الجائزة اللي هي رخصة مزاولة نشاط تخليص جمركي بالإدارة العامة للجمارك، وهي رقم واحد بمنطقة طرابلس. كانت أول رخص تمنح للموظفين أو لإدارة الجمارك، واستلمتها. وكانت في ذاك الوقت طفرة عمل، وكانت عمل موجود حسب الترانزيت العالمي من وإلى عبور عن طريق ليبيا، واكتسبنا فيها رأس مال، وحولنا شغلنا من تخليص وشحن وإعادة شحن إلى تجارة عامة هي شركة البرق، ولحد الآن موجودة. بعدها بدينا نشتغل، وصار النصيب اشتغلنا على كل الدول. من بعد ذلك فكرت نروح على تونس ونجرب اوفشور، وفي شغلات كانت تصير عن طريق تونس. رحنا على تونس، ضلينا فيها سنتين من 1997 إلى 1999، وما نجحناش مع الأسف الشديد، لأن القوانين كانت صارمة بخصوص التجارة الحرة. وفكرنا ان احنا نزوروا تركيا للتجارة وكذا، ما كانش عندنا رؤية واضحة في البقاء في تركيا. جينا في سنة 1999 إلى هذه البلد، وشاركنا فيها شركة تجارية كانت مقامة من سنة تقريبا 86، وهي اسمها السحرة للتجارة والصرافة. واتفقنا وعملنا رأس مال، وبدينا في الشحن والتجارة عبر شمال أفريقيا. انعم علينا الله سبحانه وتعالى بشغل كان مضبوط. فكرت بعد ذلك فتح شركة اسمها المتحدة لاين، اللي هي سفن خط من اسطنبول إلى 4 مواني في ليبيا، هي زوارة وطرابلس والخمس وبنغازي. وبلشنا من 15 تيوس اللي هو 15 حاوية، أول سفرة لها كسفينة، وبدينا في العمل البحري حتى وصلنا شهريا ننقل إلى ليبيا أكثر من 1500 كونتينر إلى سنة 2004. كنا في ذلك الوقت السفن أجروا فيها نظام شارتر بارتر، هي من أوكرانيا وروسيا. في كسفينة عندنا كانت شايلة 130 كونتينر تيوس، ومحملة ورايحة على ليبيا. في اليونان في عمق البحر غرقت هذه البحر في الباخرة،
وسببت لي فكر إن أنا لازم نطلع من البحر، لأن لكل تخصص وشغل شاق بالنسبة لي أنا. وكانوا فيها ضحايا السفينة، وتألمت. من بعدها فكرت إني أنا نخرج عن نطاق الشراكة التركية ونفتح شركة لوحدي. 15/4/2004 كان أول افتتاح لشركة أسيل للنقل والتجارة. بدينا نبلشوا في هالمكان هذا، في نفس المكان، وبدينا خطوة خطوة حتى وفقنا الله سبحانه وتعالى. ثاني سنة مباشرة في 2005 شهر 9 فتحنا شركة أسيل توريزم، وبدينا في الإطار هذا واشتغلنا حتى جمعنا. بدوا عندنا 4 شركات اللي هم أسيل، كل أسيل، فجمعناهم في مجموعة أسيل ماكينة اللي هي صناعي دش تجارة توريزم دش تجارة. بدينا في المشوار هذا حتى فتحنا خط للتصنيع، وكان جيد يشتغل على ليبيا والجزائر وتونس، اللي هو تصنيع الكسارات والآلات الثقيلة، اللي هي الماكينات الثقيلة، اللي هي الكسارات وخلاطات الأسمنت وخلاطات الأسفلت. وبلشنا فيها واشتغلنا والحمد لله، وهذا مسلك للماكينات. وبالنسبة للتجارة العامة فهي تصدير واستيراد وأي مستلزمات. وعندنا كم من وكالة لينا كاسم أسيل موجودة في السوق، تباع في شمال أفريقيا ووصلت الإمارات والسعودية وعدة، وصلت إيطاليا برضو من تجارتنا، والحمد لله. بالنسبة للسياحة احنا برضو موقفين حاليا إلا ما يخص العمرة والحج. علاقتك مع الوطن فلسطين كيف تصفها؟ هي علاقتي مع الأرض والشجرة والماء. علاقة الشجر بدون تراب بدون ماء ليس له وجود. الوطن هو كل ما في وجداني، رغم أني لم أزوره، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى في الزمن القريب بأن قدمي يحطون في أحد مدن فلسطين الحبيبة. أما ما يربطني الكثير فهو أهلي وناسي وأقربائي وأحبائي في غزة والضفة من الجنوب إلى الشمال، من النهر إلى البحر. دخلت تركيا، تعاملت مع ناس فلسطينيين، تعاملت نعم. مع الجالية. من أول يوم دخلت. كيف تصف علاقتك مع الجالية الفلسطينية؟ أحبائي، أعشق اليوم الذي أجتمع فيه مع إخواني في الجالية أو في رجال الأعمال، وأنا على دوام بالاتصال يوميا مع أحبائي. اسم أسيل، أعشق الاسم هذا، وكل يوم يطلع علي، كل يوم كل خطوة تطلع إلا بتطوير. هذه بدأت من أول شركة لي كشركة أسيل للنقل، وحاليا أمتلك 5 شركات من أسيل، إلا وهو طموح للتطوير وللتحسين المفهوم التجاري أو اللوجستيك اللي هو الخدمات أو بالصناعة. بالطبع أني فيه اتفاقيات مبدئية مع الجزائر بفتح أسيل للصناعة. فيه رؤية تانية مع الدولة الليبية بفتح مشاركة دولة
جهاز الصناعات العامة الليبية بمشاركة معهم بأحد التصنيع في ليبيا، ونتمنى وممكن يكون إن لنا فتح في القريب إن شاء الله. كيف ما حكيت لك أولا إن فلسطين إن شاء الله يكون لنا مشاركة فعالة هناك، فتح مشروع منتج ويدر على شعبنا وأبناء شعبنا الفلسطيني بتدليل العمل وأكل عيش طيب وراقي إن شاء الله. والله ننصح جيل المستقبل في ما يخص تجربتي في الحياة التجارية هو عدم الارتجال وعدم النظر إلى القمة، بل تقع من أول درجة وبدراسة وبعناية. وأهم نقطة في إن نجاح أي إنسان أو شاب هو دراسة الموضوع وعدم ارتجال في أي موضوع، ويبلش وربي يوفقه إن شاء الله بمجهوداته الشخصية بذاته، بعدم الاتكال على الغير وعدم النظر إلى الأعلى. وهذا ما ننصح به الشباب حاليا. يعني هل تنصحهم بالقدوم إلى تركيا؟ والله تركيا بلد مستقرة إن شاء الله في التجارة، وبلد معطاء حاليا، بلد كبيرة وعدد سكانها كبير ويستوعب كل القادمون. إذا افترضنا لديك يعني شاب يعني هل يدرس في الثانوية ويريد أن يدرس اختصاص جامعة، أي اختصاص تفضل له؟ إدارة. لماذا؟ هو أنا لم أدرس إدارة، بل درست غير المجال هاي، والتجارة بدها إدارة. فقط للتجارة تحتاج لإدارة؟ لكل حياتك اليومية بدها إدارة. يعني لا تفضل أن يدرس يعني لا الطب يعني لكل إنسان تخصص. يعني الإنسان عنده، أنا ضد إنك أنت توجيه أي شاب بما تشتهي أنت، بل هو يشتهي، أو إذا اشتهى هو يعني إلا الطب إذا علم العلوم غير الطب ممكن تكون. أما أنا كرؤيتي في هل التخصص لازم يكون دارس إدارة.